ندخل المطبخ بتاعنا. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرقة دجاج قال مرقة الدجاج اللي بيضحكوا عليكم بيها ويقولوا لكم دي مرقة الدجاج بطعم الفراخ بطعم اللحمة، كل ده كلام فارغ. ما هي إلا دهون الفراخ والسرطانات والأمراض كترت من ساعة ما طلعت الحاجات المصنعة دي. تعالوا بقى يا حبايب قلبي شوفوا أفكار زمان بتاعت أمي وجدتي الله يرحمها. دي شوربة اهي عملناها مرقة، لا فيها لحمة ولا فيها فراخ، وعملناها بالشكل الجميل ده ومش مكلفة وطعمها جميل جدا. تعالوا اتفضلوا معانا في الفيديو نشوف عملنا ايه في مرقة الدجاج بتاعتنا. يا حبايب قلبي الافكار اللي انا هعملها لكم دي ان شاء الله نفس الافكار اللي امي كانت بتعملها الله يرحمها. ايام مثلا نكون محتارة دايما، الشعب المصري الام بالذات بتبقى حاملة الهم، هناكل ايه، ممكن من بالليل هناكل ايه، هنشرب ايه، نقوم الصبح هناكل ايه، هنشرب ايه. بما اني بقى دلوقتي عمالة افكر في لحمة في التلاجة، لا مفيش. طب في دجاج في التلاجة، لا مفيش. بس البيت مليان خير، يبقى لازم الخير اللي موجود ده نحمد ربنا. اخواتنا وحبايبنا في غزة مش لاقيين. عملت ايه؟ كان عندي هنا اللي هم بيقولوا عليها هنا في مصر الماسورة اللي هي بتاعت ايه، الخروف، العجل اللي انتوا شايفين عليها ده يا حبايب قلبي. بهارات عليها فلفل اسمر، وانا غسلتها كويس، كانت عندي في الفريزر لاني برضك ما لقيتش عندي شوربة. طب هطلع شوربة ازاي وانا الاكلة بتاعتي دي محتاجة الشرب؟ اهو زي ما انتوا شايفين كده كان عندي الماسورة دي متقطعة قطعتين، غسلتها كويس وحطيت عليها شوية زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. حبايبنا وبناتنا اتعلمي ما توقفيش الدنيا، ألفي أكلات مفيدة أحسن ما تروحي تجيبي مرقة دجاج من بره. دي أنضف وأحسن من 100 مرقة دجاج. بصوا ده طبعا الحبهان المفروم زي ما انتوا شايفين اهو. هنوريكم بردك على الطبيعة شوية حبهان، شوية فلفل أسمر، شوية اللي هو المسمار، وحطيناهم كده، وحطينا بردك شوية ملح، وهنزود عليهم مية سخنة. استنوا يا ولاد اما نجيب المية السخنة من الكتل اهو يا حبايبي، وهنصب المية كده اللي هي هتبقى بعد كده ايه، شوربة. نطلع احلى شوربة، احلى من مرقة الدجاج اللي مش معروف مصدرها. الفراخ جلود الفراخ البيضاء المهرمنة اللي بتجيب الامراض، بتجيب والعياذ بالله الامراض الخبيثة. فده احسن بكتير. ما عندكيش ماسورة زي دي، ابعتي ابنك، ابعتي اي حد ينزل يجيب لك اي ماسورة. ما فيش اي ماسورة، اي حتة اي حاجة دسمة بتسقي بيها الاكلة بتاعتنا. وهنحط كمان النوى بتاع التمر ده، بسمع ان هو حلو وبيخلي الحاجة تستوي بسرعة عشان ما تاخدش وقت كبير على النار. فهو دي بقى يا حبايب قلبي هنطلع شوربة من هذا، وعليها ما شاء الله. طبعا انتوا شايفين ايه اللي انا حطاه، كل واحدة بقى تحط البهارات اللي هي بتحطها على اللحمة بتاعتها كأنك بتسوي لحمة بالظبط. رفعناها على النار اهو، وهنزود المية بتاعتنا اللي هتبقى ايه، شوربة. ممكن نزود مية كمان عشان عايزين شوربة كتير. ونسيت اقول لكم نحط برضك البصلاية المتقطعة دي، وهناخد احلى شوربة هتغلي، وبعد كده نوطي عليها وتطلع لنا بقى البهاريز اللي في الشوربة بتاعتنا. بصوا يا بنات انا قلت لكم مفيش لحمه، بس دي الكبيبه الغمراوي معموله من ايه، معموله من لحمه. الاساسي فيها ايه، الاساسي فيها لحمه. انا كنت من فتره جايبه 1.5 كيلو لحمه، حطيت عليهم 3 كيلو رز، يعني دي كيلو رز عليه نص كيلو لحم، وعملت 3 اكياس. خلصنا ما شاء الله، حطيتهم في الفريزر، عملنا منهم مرتين، ودي اخر مره. نفعت هي في وقت الحيره، وقت الايه انا مش قادره من الحر انزل، و
زي ما انتوا شايفين كده. دي الصلصه بردك اللي بنعملها مع بعض، ده نص كيلو وده نص كيلو هنحتاجه للاكله بتاعتنا. وعندنا رز بردك ممكن ناخد نص كفايه. والخير البيت مليان خير. البصل اللي بنجيبه في اول الشهر خدنا هناخد بصلايه، هناخد تومايه. بصوا يا حبايب قلبي، انا في متغمر هحكي لكم قصه كده على السريع. عندنا الغمراويه ما نعرفش ناكل الكفته، لازم يكون الكفته او الكبيبه. بتلاحظوا في فيديوهات جماعه الغمراويه دايما بيبقى معاها حته لحمه، بطايه، وزايه، اي حاجه، المهم جنبها لحوم. لكن لما جيت هنا في القاهره من سنين لقيت الناس كلها كل ما اسال واحده تقول لي ايه ده، احنا النهارده هناكل كفته بالرز. طيب هتعملي ايه جنبها؟ هنعمل معاها شويه رز. يعني اتكلمت في الموضوع ده. الجماعه بتوع القاهره اللي انا منهم دلوقتي بقالي حوالي 33 سنه قال لك ما اللحمه الكفته ام رز دي فيها لحمه، يبقى هي كده الأكلة متكاملة. فإن شاء الله هنعمل الأكلة دي. دبري ووفري وألفي، دوري في بيتك، شوفي شوية عدس، شوفي شوية بطاطس. أحلى ما تبعتي ابنك انزل يا واد هات لي علبتين كشري، انزل يا واد هات لي أكل من بره، أكل غالي ومكلف، وفي نفس الوقت العيال ما بتشبعش وجرثومة المعدة والأمراض كترت من ايه؟ ما هو من اكل الشارع يا جماعه. ما عادش فيه بركه من ايه؟ ما احنا بنجيب من بره الاكل اللي ملهوش لازم. تعالوا بقى اتفضلوا معانا. معلش انا اسفه على النصايح اللي انا اخدت من وقت كتير، معلش من وقتكم كتير. انا بحب اديكم المعلومه قبل ما اتكل على الله وارحل عشان تفتكروني بالخير. تعالوا بقى نبدا نشوف هنعمل ايه. الشوربه بتاعتنا اهي ما شاء الله ريحتها مفحفحه وجميله. هنستغل بقى الوقت ونعمل الصلصه بتاعتنا. تعالوا بقى كده يا حبايب قلبي نحط شويه سمنه على زيت صغيرين. تمام، دي اول حاجه في الصلصه او التخديعه. المصريين بيقولوا عليها التخديعه. البصل يا حبايب قلبي بصي يا بنتي، عشان الصلصه بتاعتك تبقى تقيله انا باخد نص كميه البصل وبشوحها كده، والنص التاني بشرته مع كام فص توم كده. هنشوف بعد ما تتحمر هنعمل ايه عشان ما نطولش الفيديو. بصي يا زوزو يا حبيبه قلبي، بصي يا بنات، البصله بيتهيألك ان هي نيه، لا انا كده دبلتها. اتعلموا كده يا بنات اهو. اي صلصه للبسله للسبانخ لاي خضار اهو، بس كده عشان تبقى طعمها حلوه وما نضيعش القيمه الغذائيه بتاعه البصل بتاعنا. لو انت عندك طماطم فريش مفيش مشكله اعمليها، لكن انا على طول بحطها كده في الفريزر لوقت الزنقه. بس كده يا ماما امان؟ لا استني، ما انا عايزه الصلصه بتاعتنا. بصي يا زوز، انا عايزه الصلصه بتاعتنا تبقى تبقى تقيله كده وما تبقاش ميه، لا تبقى تقيله. البصلايه بقيت البصلايه اللي بشرتها مع فص الثوم هنحط كده. ني يا ماما امان؟ ايوه ني. هو ده اللي هيدي بقى التركايه الطعم الجميل للصلصه بتاعت ماما ايمان بتاعت جدتي وامي الله يرحمها. بس كده هنحط بقى شويه فلفل اسمر صغنطتين ونغطي عليها تتسبك، مش التسبيكه اللي هي يا دوب تفك كده وتاخد غلوتين. هوريكم. حط شويه فلفل اسمر صغنطتين، تشعيره صغيره كده، لان اللحمه كفته عليها فلفل اسمر والشوربه عليها فلفل اسمر، عشان الاكل ما يجيش حامي منك. اوعي تحطي غير الفلفل الاسمر. الكمون ممنوع يا جماعه، مش كل الاكلات بيتحط لها كمون. ونغطي عليها كده لغايه ما ان شاء الله تفك من بعضها وتستوي يعني تتسبك بسيط كده. مرقه دجاج المرقه دجاج ومرقه لحمه اللي جابت السرطانات وجابت القرف للناس كلها. تعالوا بقى شوفوا الشوربه اللي احنا عملناها دي، لا عملناها من لحمه ولا من فراخ. اتفضلوا معانا الفيديو، صلوا على الحبيب المصطفى قبل ما نتفرج ونشوف عملناها ازاي. نظبط الدنيا بتاعتنا نشوف اول حاجه الصلصه بتاعتنا. بصي يا حبيبه قلبي، ده النوت العروسه الجميل، انا مش عايزه اكتر من كده. اوعي، حطيت شويه ملح صغنطتين بتاع معلقه كده لان الشوربه عليها ملح. بصي بس كده
اوعي تقليها اكتر من كده. البصلايه اللي انا قلت لك عليها المبشوره هي اللي بتديكي كده، عشان ما تبقاش زي ما بنقول ايه مقحطه ودسمه وما بتبقاش حلوه مش صحيه. دي بقى ايه هندفع عليها كده ان شاء الله. خلاص كده ونروح بقى للشوربه الجميله اللي قلبة الدنيا كاننا عاملين لحمه. هتقولي لي يا ماما امان ده انت بتخمينا، انتوا اتعلمتوا يا اولاد ان ماما امان معقول تكذب عليكم؟ معقول؟ لا طبعا. بصوا شفتوا البهاريز، شفتوا الحلاوه، شفتوا الجمال، شفتوا بسم الله ما شاء الله اهو. استنوا كده، لا في لحمه ولا فراخ اهو. الايه الشويه الايه الماسوره ما شاء الله طلعت الدسم بتاعها زي ما انتوا شايفين اهو. استنوا هو ده الشوربه اللذيذه اللي احنا بنستناه. نجيب معلقه كده ندوقها، ندوق كده يا ولاد، ايه رايكم ندوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جميله الله، احلى 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 من 100 مرقه دجاج. تسلم ايدك يا ماما امان. جهزنا الصلصه والشوربه دي بقى ايه الكفته الغمراوي بتاعتنا زي ما انتم شايفين. سيبناها بسم الله ما شاء الله اهو. هنصبعها بقى صوابع بايدينا، انتوا عارفين ان انا بصور لوحدي. هنصبعها بقى صوابع كلها دلوقتي بسم الله ما شاء الله اهو. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله بقت فكت خالص اهو. هنحاول نعجنها كده ببعضها لغايه ما تبقى قرص كده، ونشكلها بقى ايه التشكيله اللي احنا عايزينها. شفتوا يا بنات بقى لها حوالي شهر اهو في الفريزر، وبسم الله ما شاء الله كانها لسه معموله حالا. تعالوا بقى نشكلها مع بعض ونرجع لكم تاني.